تعالوا نعمل مع بعض اللحمة الستيك المشوية على الفحم بطريقة الحاتي بتتبيلة روعة والطعم على كيف كيفك. في الأول هنسمي الله ونصلي على رسولنا المصطفى. هحتاج لي كيلو من اللحمة البناتي متقطع شرايح وفيه نسبة من الدهون. هحضر معايا المطرقة وانزل بيها على اللحمة عشان تطرى معايا وتسوى بسرعة على الفحم من غير ما تتحرق، بحيث يكون الشكل والسمك معانا زي كده بالظبط. هبدأ في تحضير التتبيلة. في بولة فاضية هنزل بعلبة زبادي سادة، عصير 1 حبة طماطم، توت زيت، معلقة صغيرة عسل نحل، ومية بصل من غير تفل، توت صويا صوص، ومعلقة كبيرة من الخل، وعصير نص ليمونة، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة توم بودرة، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة سبع بهارات، ورشة جوز الطيب هتودي الطعم في حتة خمسة. نقلب المكونات كلها مع بعضها واغطيها واشيلها في التلاجة على الأقل لمدة 4 ساعات، ويفضل تبات ليلة كاملة. دلوقتي هنولع الفحم ونفرده في الشواية، وأنا طريقتي في توليع الفحم بتكون عن طريق الكحول أو السبرتو. بعدين هنقطع شوية خضار يتشووا مع اللحمة على الفحم زي البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار، وكذلك الطماطم. هنقطع كل الخضار تقطيع جوليان. جهزنا الشبكة ورصينا اللحمة في الشبكة، وكذلك هنرص الخضار اللي قطعناه معانا قبل كده، ونقفل الشبكة وننزل بيها على الفحم. ولازم تكون المسافة ما بين اللحمة والفحم حوالي 12 سنتي أو 15 سنتي، وده عشان خاطر تاخد المدة المظبوطة بتاعتها في السوا من غير ما تتحرق. وكل 5 دقايق بنقلبها على الاتجاه التاني، ومدة السوا معانا هتكون 25 دقيقة ل 30 دقيقة، ويكون جاهز معانا أحلى لحمة ستيك مشوية على الفحم هننافس بيها المطاعم الشهيرة، والطعم على كيف كيفك. وبس كده. وفي النهاية لو شايف إننا نستحق الدعم صلى على النبي واضغط لايك وفولو، ولو ما نستحقش صلى على النبي بس. القناة لسه في بدايتها، بدعمكم إن شاء الله هنوصل. والسلام عليكم.